3, 2, 1, go! Hello guys. خميس وما اسمح لي. هلو هاي شنو هاي خميس ومالي خلق ازعل مهما تستفزوني. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صح؟ ان شاء الله الكل بخير، وياكم منتظر من قناه بيكاتشر. رجعنا لكم بمقطع جديد، ويا هلا وبيا هلا شبابنا وبناتنا الطيبين، حياكم الله. خميس ومالي خلق ازعل. بما ان اليوم خميس وخلص يا ولد، راح نخليها قاعده رسميه بالقناه. يوم الخميس ضحكني تربح. اللي دزوله هواي كلش هواي على الايميل، فلا تنسى اذا تحب تشارك بالمقطع الجاي تدز لي على الايميل الموجود بالوصف مال هذا المقطع. اوكي بعد احبكم كلش هواي، وانا كلش فرحان لان رجعت للقناة. اتمنى دائما اشوف تعليقاتكم المحفزة والايجابية، كلش جاي افرح بيهن. الحمد لله والشكر. راضي عن نفسي كلش هاي الفترة، وان شاء الله الفترة الجاية ارضي اهلي والمجتمع. ما ادري، قمت امضرط. واليوم راح تكون المنافسة كلش قوية، واكيد راح تسألني ليش؟ لان دخلوا على الخط ميمز سعودي، فبالتالي يا شباب الفقرة الاولى راح تكون منافسة ما بين الميمز العراقي والميمز السعودي، واكيد اكرام الضيف واجب، فراح نخلي الميمز الاول سعودي. يلا. ويا اخوان عندي سؤال. جواب. صابون السائل اي يسأل مين؟ سائل يسأل سؤال ولا كحة؟ سؤال. اكو كلمة يقولوها اخواننا السعوديين انه هذا السبك، فاعتذر السبك اللي دز السبك اللي دز لي هذا الميمز، يعني اسف كلش، بس هو هذا الميمز اللي وصلني، فما اعرف اذا فعلا انه هذا مستواكم بالميمز، فتحياتي لكم. تعال خل اشوفكم الميمزات العراقية دي، تعال اعطيني. انا شوف هسه راح اشغل الميمز العراقي، لا حد يقول لي تتحيز وانت ويا الميمز العراقي تضحك. اذا يضحك اضحك، انا رجال محايد. اوكي يلا. حشرة تطير. الاسد. من قال الاسد ما ضحك بس من طلع الاسد عنده جناحات ونحله والله حلو. عمي الله بالخير، اعطيكم المفاجأة الاقوى. الميمز الكويتي هم دخل على الخط، بس واحد دزلنا ميمز كويتي، فخلينا نشوف الميمز الكويتي. اوكي، ونقارن ما بين الميمز العراقي والميمز الكويتي والميمز السعودي. حكي كان شنو يعني؟ وربك تلوى طقت ولا خلاص طيارة مام عض ايوه. يقول لي عض. اوكي لا انا خنقتني العبره. اوكي يعني كلش ضجيت، لان احس الميمز السعودي ما اخذ حقه، فخلي ناخذ ميمز سعودي ثاني نشوف يعني هل قوي بنفس المستوى مال العراق والكويت لو مستواهم ضعيف. يلا. لو واحد يهدد صاحبه قال له اقسم بالله لا خليك تندم قد شعر راسك، رسل له صورة راسه قال له الله يطمنك. الله والله لا خليكم تندون بقد شعر راسي. عندنا بعد ميم سعودي ثالث.
اوكي اذا نعرف اللي دزلنا اول ميمز كان سبك مثل ما تقولون. اوكي صحيح، لان الثاني والثالث الصراحة كلش حلوات. فالف مبروك، فاز ويانا. شنو شكو؟ يا ولد تحولت. والله لا ارادية. يلا مخرجنا اعطينا اللي بعده. بس لازم تلزم نفسك ابو البيك، شنو السالفة؟ يلا كافي والله، لو 5 ثواني كان لزمت نفسي، بس يا اخي طول ما قدرت الزم نفسي. فعلا انا يعني يا ولد بيها حاله مرضيه، ما ادري اذا بيكم او لا. ما اطب بالحمام اذا مو التليفون وياي، اذا اسبح اشغل مزيكا وهاي السوالف، واذا اقعد اذا اقعد باجتماع اشغل فيديوهات مال تيك توك. لقد وقعنا في الفخ. روح نفس الوجوه، بس الملابس تغيرت والصوت للحمام. الله اكبر. شباب بس افتهموني رحمة والديكم، هذا الميمز حاصرني صار له شهر. اوكي اريد اصوره بس اقول خاف حبايبنا بالانبار يزعلون. يا ولد ترى الموضوع للشقة، احبكم كلش هواي، ولد عمي يعني على راسي، الله يحفظكم ان شاء الله، وتحياتنا. يا ولد اليوم كلش خطير. لا اليوم يعني الصراحة الميمزات واحد اقوى من الثاني، ما اعرف متآمرين علي. المهم اعطينا اللي بعده فاروق. يعني يخليك تصفن تروح بعالم ثاني يعني. يلا المهم اللي بعده. طموحك لوين والله توصل؟ صراحة أنا كل شيء ما أريد، بس أريد الستر والعافية والله يستر. اي والله جماعة السادس، يعني شبابنا الطيب، احنا صح نضحك ونتونس ونستمتع، بس لا تنسون اخواننا اهل السادس بالدعاء، يعني صدق خطية. تخيل هسه جاي تباع المقطع وانا جاي اصور، واثنيناتنا جاي نضحك ومستمتعين، وبنفس الوقت عندنا اخواننا اهل السادس الله يعينهم يعني ويصبرهم على هذا الابتلاء. يعني تعرف شنو انت هسه طالب سادس بهالحر؟ زين يعني ما اقول لكم غير بس شغلة واحدة اهل السادس. تحياتي. يلا اللي بعده. وبعدين لك بدي نام. ما راح اضحك لان استوني ضحكت على جماعة السادس. شو السالفة؟ بعد يريدون جدهم ما يحكمه، يا حكومة تحكي عليه، يا حكومة، يا حكومة تريدنا جدي بعد. حبيبي انت ليش طايج من المقدم يا ليش محسسني مسوي وياك لقاء رئيس الوزراء؟ ترى يعني مقدم بس كلش انفعل. طبعا تحياتي للمقدم، هذا صديقي كان وياي بالمدرسه بالاعداديه، ما ادري بالمتوسطه ما اتذكر اسمه. ما من شفته يعني صفنت شويه، دا اقول هذا وين شايفه، بعدين تذكرت هذا كان ويانا يعني طالب. زين كان وياي بصف صديقي، بس تدرون ناس اسمه؟ تحياتي له. وشنو يدري جدي؟ تحياتنا. يلا لينا يا شباب وصلنا لنهاية المقطع. ألف مبروك للفائزين، نشوفكم إن شاء الله بالليل الساعة 10 بمقطع جديد. اي نعم اللي وصل لهاي اللحظة أحب أقول له أنا كلش أحبك، وإن شاء الله بيكاتشو راح ينشر إن شاء الله إذا يومية أو بين يوم ويوم. شباب يعني تعرفون أنا حاليا
ضغط صاير علي كلش يعني قوي، لان راجع للنشر بشكل يومي، وتعرفون النشر بشكل يومي يحتاج لجهد وتعب. اوكي، فاذا وصلت لهاي اللحظه فاعرف انه بيكاتشو كلش يحبكم لدرجه انه يريد يسوي لكم سوالف كلش هواي، يعني ما جاي يكفين النشر اليومي، يوميا مقطع اريد بعد اكثر. اوكي، فان شاء الله يعجبكم مقطع الليل، انتظروا الساعه 10. ولهنا يا شباب وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى تكونوا استمتعتوا. شكرا للمشاهده وشكرا للايكات، اشوفكم بمقطع الليل، في امان الله. انا قدام المدرسة.